أهلا بحضراتكم من جديد. وكما اخترتم قبل الفاصل، الرياضة المصرية والحلم تحت القصف. والله إذا كان الرياضة المصرية هذا الأسبوع لعبت دورا مهما في إحداث المزيد من اللحمة في شبه الجزيرة العربية ما بين الأهلي والهلال السعودي، زعيمي الكرة المصرية والسعودية، محدثين هذا التلاحم الشديد بين الشعبين الشقيقين، فعلى الشطر الآخر قامت الرياضة المصرية ورغم القصف الإسرائيلي شبه المتكرر لملاعب الرياضة في غزة بزيارة رسمية ترأسها وزير الرياضة المصري العمري فاروق مع عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والإعلاميين ضمن زيارة إلى قطاع غزة استمرت 48 ساعة. أكد خلالها العمري فاروق وزير الرياضة أن زيارته لغزة تمت بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية، وأكد أنه قصف الاحتلال الإسرائيلي للملاعب الرياضية بغزة دفع وزير الرياضة ونجوم الكرة المصرية والرياضة للقيام بهذه الزيارة، وقال إن الرياضة رسالة سلام وليست رسالة تخريب وتدمير وقصف، ودعا إلى ضرورة ترميم ملعب اليرموك الذي قصفه سلاح الجو الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة، وافتتاحه من خلال مباراة كرة قدم بين ممثلين عن الفرق الرياضية الكبرى في مصر وغزة. أكد العمري فاروق في تصريحاته اهتمام مصر الكبير جدا بدعم العلاقات الرياضية بغزة والمزيد من تبادل أو تقديم الخبرات للجانب الفلسطيني الشقيق. اليوم السابع اهتم بما تم في هذه الزيارة، وقال إنه إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة شارك في مباراة بين قدامى نجوم مصر وغزة. المباراة استمرت 60 دقيقة، إسماعيل هنية شارك في 60 دقيقة وسجل هدف لفريق غزة من ضربة جزاء. المباراة أقيمت على ملعب اليرموك أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وحضرها العمري فاروق وزير الدولة للرياضة. وسجل إسماعيل هنية هدف، وسجل رمزي صالح حارس مرمى الأهلي السابق وحارس منتخب فلسطين سجل الهدف الثاني لمنتخب نجوم فلسطين، ورد الجانب المصري بهدفين للكابتن أحمد شوبير وسمير صبري نجم إنبي السابق. المباراة حضرها 1000 مشجع حملوا أعلام مصر وفلسطين وهتفوا بحرارة لمحمد أبو تريكة نجم الأهلي اللي كان موجود وقتها في السعودية رايح على أبو ظبي. من تحصيل حاصل ان احنا نرصد الاهتمام الهائل جدا للاشقاء الفلسطينيين بالكرة المصرية والنادي الأهلي تحديدا يعني. طيب اتفضل. معنا على الهاتف من غزة الزميل الإعلامي الأستاذ عاهد فروانة مدير تحرير شركة أطلس سبورت الفلسطينية. أستاذ عاهد مساء الخير. مساء الخير لك أستاذ إبراهيم وللمهندس عبد القيعي، وسعيد بالتواجد معكم في هذا البرنامج الرائع من أرض غزة هاشم التي تنبض حبا وعشقا لمصر العروبة. أستاذ عاهد، كيف تقيم زيارة العمري فاروق والوفد المصري؟ حقيقة يعني كانت زيارة رائعة انتظرناها كثيرا في قطاع غزة، هذا الجزء الغالي من فلسطين الحبيبة. انتظرنا هذه الزيارة طويلا حتى نكسر الحصار الرياضي المفروض على قطاع غزة. كما تعلمون أن قطاع غزة يعاني الحصار الشديد من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والرياضية، إلا أن هذه الزيارة الرائعة والمميزة التي قام بها الوفد الرياضي المصري برئاسة الوزير العمري فاروق وأيضا الكابتن أحمد شوبير والعديد من الكوادر الرياضية والإعلامية شكلت منعطفا كبيرا وهاما في كسر هذا الحصار الرياضي الخانق الذي كان يلتف حول قطاع غزة. حقيقة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استقبل هذا الوفد بحكومة وقيادة وشعبا وجماهيرا رياضية استقبالا حافلا ومميزا ورائعا يليق بهذا الوفد الرائع الذي يعني شكل قدومه إلى القطاع نقلة نوعية انتظرناها طويلا وها هي تتحقق. وبالطبع نشكر هذا الوفد الرياضي الرائع والمميز، ونشكر كافة من شاركوا فيه في هذه الزيارة، وندعو الكثير والكثير من الكوادر الرياضية والإعلامية المصرية أن تقدم إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية، لأن مثل هذه الزيارات تزيد أواصر المحبة والعشق بين أبناء الشعب الفلسطيني والشعب المصري. وبالطبع يعني لو تحدثتم مع الأستاذ العمري فاروق ومع الكابتن أحمد شوبير ومع أي عضو في هذا الوفد
سوف ينقل لكم حجم المحبة وحجم التكريم الذي صادفهم من أول ما وقعت أرض قطاع غزة عبر معبر رفح. يعني حقيقة واجهوا صعوبة كبيرة في الخروج من معبر رفح نتيجة الالتفاف الجماهيري الرائع والذي استمر معهم طيلة مسافة حوالي 40 كيلومتر من معبر رفح حتى مقر إقامتهم في أحد الفنادق في مدينة غزة، حيث عقدوا مؤتمرا صحفيا شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام بمختلف يعني توجهاتها. وكان الاستقبال يعني عبر عن الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال تواجد وزير الشباب والرياضة في حكومة غزة الدكتور محمد المدهون، وتواجد السيد أبو جودة النحال مسؤول الحركية الرياضية في حركة فتح، والعديد من الكوادر الرياضية والسياسية. يعني حقيقة كان جوا وحدويا رائعا. وبالطبع يعني إذا ممثلي حركة فتح كانوا موجودين يا أستاذ عاهد؟ نعم، ممثلي حركة فتح كانوا موجودين بالطبع يعني. طب ايه الاتهامات اللي صدرت؟ ايه الاتهامات اللي صدرت انه فتح بتتهم الزياره بانها تكرس الانقسام؟ حقيقة يعني كان الأخ أبو جودة النحال متواجدا في هذه الزيارة ورحب في الوفد الفلسطيني بالوفد المصري واستقبلهم في منزله، وقال بأن هذا الوفد هو أول وفد يزور قطاع غزة بعد إعلان دولة فلسطين وقبولها كعضو مراقب في الأمم المتحدة. يعني هذه الزيارة لم تكن فقط زيارة رياضية بل حملت أبعاد سياسية كأول وفد. وبالطبع مصر دائما سباقة في هذا المجال، وكانت تمثل الباكورة لانطلاق الوفود إلى قطاع غزة الذي هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. دولة فلسطين تشمل الضفة وغزة والقدس وكافة أجزاء فلسطين، لا نفرق بين أي جزء من فلسطين. وحركة فتح يعني رحبت بهذه الزيارة، واللواء جبريل لرجوب يعني كان مطلعا عليها منذ البداية، ورحب وكلف الأخ أبو جودة النحال وهو ممثل الملف الرياضي في حركة فتح في قطاع غزة باستقبال الوفد، وكان يعني استقبالا رائعا. والكابتن أحمد شبير والعديد من الإعلاميين الرياضيين يعني زاروه في منزله، وكان لقاء رائعا. يعني حقيقة الوحدة الوطنية تجلت في هذا اللقاء في أروع صوره، وهذا ما هو يعني ننتظره دوما من مصر، وهي راعية المصالحة وراعية الوحدة الوطنية، ونتمنى أن تتواصل في دورها المميز. يعني ومن ناحية رياضية يعني كافة الروابط الرياضية في قطاع غزة كما تعلم أستاذ إبراهيم وباشمهندس عدلي بأن هناك روابط الأهلي والزمالك كرمت هذا الوفد وقدمت له الدروع التكريمية سواء في على شاطئ بحر غزة أو في أحد الفنادق. رابطة محبي الأهلي، رابطة مشجعي الأهلي، رابطة مشجعي الزمالك، رابطة الصحفيين الرياضيين، يعني واستقبلهم أيضا الأستاذ إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة، والأستاذ أبو جودة النحال ممثل حركة فتح في منزله، بالإضافة إلى جولتهم التي شملت العديد من الملاعب الرياضية وخاصة ملعب فلسطين الذي دمرته سلطات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة. وشاهدنا الدموع يعني في عيون أعضاء الوفد المصري نتيجة الدمار الكبير والهائل الذي شاهدوه في ملعب فلسطين نتيجة القصف الإجرامي والوحشي من قوات الاحتلال. بالطبع يعني هذه الزيارة نثمنها ونقدرها ونشكر جميع من شارك فيها، ويسعدنا بالطبع دعوتك أستاذ إبراهيم المنيتي ومهندس عادل القيعي للتواجد معنا في قطاع غزة، لأن هذا يمثل يعني قامة كبيرة لنا، ونحن نفتخر بكم وندعوكم دوما لزيارتنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة هذا الجزء الذي لا يتجزأ من دولة فلسطين العظيمة. نشكرك جدا على تواصلك وتوضيحك لكثير من الأمور الهامة جدا. شكرا للأستاذ عاهد فروانة مدير تحرير شركة أطلس سبورت في غزة. يعني توضيح كان مهم جدا، وانت سألت سؤال مباشر الحقيقة واضح، واتضح إن هذه الزيارة تكرس للوحدة لالتحام الصفوف. صحيح. وليس عكس هذا، وهذا صحيح. ما اتضح من هذا الكلام. ولكن دعني ألا أنهي هذه الفقرة إلا وعشان أقول لك خبر مهم، إن النادي الأهلي يجهز لاحتفائية واحتفالية بذكرى يوم الشهداء يوم 1 فبراير باحتفال كبير جدا سيكرم فيه كافة أسر الشهداء ببرنامج محدد واضح فيه الكثير من الأمور اللي بإذن الله تدخل شيء من الطمأنينة على قلوب هذه الأسر. وأننا قد انتهينا بالفعل من لوحة عملاقة على الباب بتاع المعلمين، باب رئيس النادي الأهلي، مضاءة فيها صورة 72 شهيد انتهى العمل فعلا منها،
وأن الكثير من الأخبار. أنا حرصت أن أنهي بهذا الخبر لأن احنا دائما ما ننهي هذا البرنامج بتذكر أرواح الشهداء. دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير. شهداء عايشين ما بينا ولا عمرنا ننساهم، شهداء زهرة شبابنا عايشين جوا في قلوبنا، وعلى طول سامعين نداهم ولا عمرنا ننساهم. في كل واحد منا شهداء عايشين ما بينا ولا عمرنا ننساهم، شهداء زهرة شبابنا عايشين جوا في قلوبنا، وعلى طول سامعين